يلا بينا نهلا عشان لا وايه لو قاعده ما انا هغلط فيها يعني عشان هي بقى. انت مش بتقولي يا نونا وانت دلوقتي قلت يلا يا ايه عشان نصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ احسن ناس في الدنيا، وحشتونا كتير كتير كتير. النهارده بقى انا جاي لكم فكرة مقلب تحفة تحفة تحفة. الصراحة هخلي ندى تتجنن. انا بصراحة خلاص بقى انا حطيت الموضوع في دماغي ومش هسيبها بقى. كل ما هبقى عندها لازم افكر في فكرة مقلب تخليها تجيب اخرها. النهارده بقى انا جايب فكرة مقلب بصراحة عالية، هخليها تتجنن فعلا. انا المفروض ان انا عندها دلوقتي اهو، ودخلت الاوضه عشان اعمل نفسي ان انا بتكلم في التليفون، بس انا قلت ان انا اخش دلوقتي اصور لكم المقدمه واقول لكم ايه اللي هيحصل. انا المفروض ان احنا النهارده هنصوره فيديو عادي جدا، بس انا بقى هعمل ايه واحنا بنتكلم مع بعض؟ هندهب باسم حد تاني. فانا مش متخيل بصراحه هي ممكن تعمل ايه، بس انا عايز اقول لكم يوم ما حصل الموقف ده بهدلت الدنيا يعني. فانا دلوقتي بقى انا منتظر ان انا هناديها باسمها ده، فخليكم معايا في الفيديو. المفروض ان احنا دلوقتي بره هنصور فيديو اللي هي تتحكم فيا بقى وتطلب مني شويه حاجات ونعملها وبتاع. بس انا بقى في نص الفيديو كده هقوم جاي ايه، مناديها باسم حد تاني كده اللي هو اسم صاحبتي. يلا بينا على الفيديو بقى. المفروض بقى ان انا دلوقتي رايح عشان اثبت الكاميرا في مكان غير اللي هي متعودة عليه، في المكان اللي هي عملته مخصوص عشان تعمل فيا مقلب. فخليكم معايا، يلا سلام. يلا يا بنتي عشان ما نتأخرش. يلا بينا عشان نصور بقى. جهزت حاجه؟ خلاص الكاميرا مثلا كده ماسكه خفيفه كده. ماشي يلا بينا نهلا عشان مين؟ يا نونا يا نونا. لا انت ما قلتش كده. انا قلت يلا يا نونا عشان نصور. لا انت ما قلتش كده. امال انت قلت ايه؟ انت قلت ايه؟ يلا عشان نصور. لا انت ما قلتش كده. انت قلت يلا نصور. يلا يا ايه عشان نصور. قلت ايه؟ قلت يا ايه؟ عشان نصور. ايوه يا ايه بقى؟ انت قلت اسم في النص. انا قلت يا نونا. لا ما قلتش يا نونا. مش انا هقول لك يا نونا. لا انت اصلا مش بتقولي يا نونا. انت مش بتقولي يا نونا وانت دلوقتي قلت يلا يا ايه عشان نصور. قلت يلا يا ايه؟ انت ما حسيتش نفسك قلت يلا ايه؟ انا قلت يلا يلا يا نونا. قلت يلا يا نونا عشان نصور. انا قلت يلا يا نونا. اه ايوه انا سمعتك انت قلت كده. ايه يلا يا نونا اللي انت بتقولها دي؟ ما قلتش يا نونا. ما قلتش انا. لا انت قلت كده. قلت يلا يا نونا عشان نصور. ما قلتش انا يا نونا. مين نهلة اصلا؟ ايه اللي دخل نهلة في الموضوع دلوقتي؟ ما اعرفش ايه انا ما احنا مش خلاص هو موضوع انتهى بقى. لا شكله ما انتهاش يعني. ايه اللي دخلها اصلا تاني في ما اعرفش الموضوع؟ انا بسألك. الموضوع انتهى. لا ما هو واضح ان هو ما انتهاش. هو انت بتقولي لي باسمها. انا ما اعرفش ايه اللي حصل. انا قصدي يلا يا نونا عشان نصور. انت ما قلتليش اصلا يا نونا دي. انت قلت يلا يا نهله وبعدين لما سالتك قلت لي ما قلتش حاجه وبعدين رجعت قلت لي ده دلع نهلة. ايوه فعلا دلع. لا دلع نهله نونا فعلا. انت ما غلطتش. انت ما غلطتش فعلا. هي دلعها نونا فعلا. ونهلة مش عارف في ايه. دلع نهلة في ايه؟ مش عارف بقي ماله. دلع نهلة ندى نونا. انت من امتى بتقولي يا نونا؟ انت عمرك ما قلت لي كده اصلا. ممكن بس تبيت شويه معايا عشان توتر. انا مش عارف ايه اللي لا حصل. ما انت حقك بصراحه تتوتر عشان انت عارف تعمل حاجه غلط. مش عارف في ايه. قولي شكرا يا نهله بقى. انا فكرت بجد ولا ايه؟ ادي اخرة اللي بيمشي ورا دماغه. تمام انت واخد دماغك. مش واحد والله واخد دماغه. امال ايه؟ هو الواحد ساعات بيفكر كده في حاجات ايوه بتخلي الواحد بتفكر ليه اصلا اصلا؟ مش يسيب. الموضوع ده خلاص انتهى؟ ما هو انتهى خلاص. انا ما اعرفش بقى قلت ايه لي بقى اللي ان هي حصل. مش بتكلمك خلاص. هي امبارح اتصلت عليا وكانت مترقم. انت خليتيني امسح الرقم، فهي اتصلت بيا فانا رديت عليها وانا ما اعرفش من كانت هي. انت بتقول ايه اصلا؟ هي كلمتك تاني؟ ما هي اتصلت بيا امبارح للاسف. فانا اضطريت ارد عليها لان انا كنت مسجل رقمها وانت خليتيني امسح رقمها، انت فانا ما فكرت قلتليش ارقم اصلا. عليها. انت ما قلتليش اصلا. يعني ما كانش اصلا انت قلت باسمها كده ما كنتش هبقى عارفه يعني اساسا هبقى عايشه كده على الله حكايتي.
انا بقول لك اهو يا حبيبتي. حبيبتك ايه وزفت ايه؟ انت بس يلا عايزين نصور الفيديو الاول بعد كده نشوف القصه دي. نصور فيديو ايه يا مصطفى؟ نصور الفيديو اللي احنا متفقين عليه. انت عمرك اصلا ما غلطت في اسمي ولا قلت لي حاجه زي كده وجاي تتكلم معايا وتقول لي كده؟ طب نصور بس نعدي بس الفيديو ده ونشوف. يلا بس انا هحلق اهدي بس اهدي. تنفعك. اهدي. ليه كده؟ ليه كده بتشتمي في الناس ليه؟ عيب. انت عايز نعمل ايه يعني؟ عيب يعني ما ينفعش تغلط في الناس كده، الشتيمه دي غلط ما ينفعش. يعني عيب تغلطي فيها كده وهي مش قاعده معانا. لا وايه لو انا ما انا هغلط فيها يعني عشان هي ما تاني. تاني. انت كده هتخليني اقطع الفيديو كتير. فيديو ايه ده؟ الفيديو اللي انا بعمله. فيديو انت كمان. ان في فيديو بيتصور وفي شتيمه طلعت قدام الناس، يعني انا هضطر ان انا اشيلها من المونتاج. انت بتصور؟ ايوه انا بصور وبعمل فيك مقلب عشان اضايقك. مزاوي. ايه على الحلاوه فكره والله اول مره اتوتر كده بجد، انا مش عارف اعمل فيديو بسبب ان انا متوتر. ايوه انت بتوتر ليه؟ ما عشان انا كده مش... عشان في حاجه حقيقيه حصلت. عشان انا مش متعود على الكلام ده، وبعدين عشان لسه الحوار اللي حصل من كام يوم وترتيني انت. يعني انت بتشتغلني اساسا. ايوه ما انا قاصد ان انا ارخم عليك بصراحه واقول اسم تاني. انت بارد والله العظيم. والله انت بارد. روق يا ابو صلاح روق. ابو صلاح انتوا خليتني يا ابو صلاح ولا بجد خليتني اشتم قدام الناس؟ ما اعمل لك ايه؟ مش نمسك لساننا مش كده. انت اللي بتعصبني وانت عارف الموضوع ده مضايقني اصلا؟ ايوه انا عشان كده اخترت ان انا اضايقك، عشان هو الموضوع لسه حاصل فانا قلت اسخن الدنيا. تسخن الدنيا؟ طب ده هتولع في وشك. اه والله انا كنت قلقان قوي والله العظيم، يعني تعملي اي حركه بس الحمد لله جت في شتيمه. يعني ما جاتش معايا. طب ليه تطلع شكلي وحش كده قدام الناس؟ ما اعمل لك ايه؟ انا مش متوقع ان انت تغلطي كده وتعملي اللي انت عملتيه. يلا بس عشان انا قلت الفيديو لوحدك. المهم يا جماعه ما تنسوش تقولوا لنا ايه رايكم في المقلب ده، وتقولوا لي ايه رايكم في رد فعلها. انا الصراحه كنت متوتر جدا ويعني قلقان بجد، انا مش عارف ايه اللي حصل لي، وبقول وانا بتكلم معاه يا ريتني ما عملت الفيديو ده. انا كنت خايف جدا من رد فعلها، لان هي ساعه ما حصل الموضوع ده كانت عامله مشاكل كتير قوي الصراحه، تعمل مشاكل على طول. انت عشان قلاديشك كتير. انا غلبان قوي اه. المهم يا جماعه ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب عشان تتابعوا كل جديد، وان شاء الله اللي جاي ضرب نار باذن الله، اللي جاي اكتر بكتير، وان شاء الله يعني ربنا يديني الصحه ان شاء الله وافضل اعمل فيها مقالب. هموت مش هتلاقي حد يصور معاكي. انت حره. حسبي الله ونعم الوكيل فيه والله. كل مره هو يقعد كل فيديو تحاسبيني عليا. كل فيديو حاسبين عليك. ماشي يلا. المهم بس قولي للناس انت مسامحاني. لا انا مش مسامحاه، بس انت وحشني جدا جدا. وليه بقى اعمل فيه مقلب ايه؟ عشان هو بقالي كام مره مستنيني وانا سبت له مزاجي. بس المره الجايه اوعدك ان هيبقى مقلب. انا مش هعدي مره غير وانا بص لازم اعمل فيها حاجه، حتى لو مقلب صغير. يلا نشوفكم بقى في المقلب الجاي ان شاء الله مش بعيد. يلا باي باي.